أنا سعاد أختي كمي، بين العباد حسن اشتهي. أنا سعاد أختي كمي، بين العباد حسن اشتهي. أنا أبويا وأمي، يعني أبويا الله يرحمه وأمي ونديها طول العمر، هما الاتنين طيبين. بس أنا طيبة بقى بدرجة يعني عبيطة. بحس إن أنا عبيطة في طيبتي، يعني مش بحس إن الطيبة دي يعني كويسة، لأنها أحيانا بتوقعني في مشاكل كتير جدا. يعني أولا مسألة الحقد دي ما بقدرش أحس بيها، أو مسألة الكره لا يمكن أشعر بيها. يعني أنا ساعات أبص في وشوش بتحمل فعلا معنى الكره والحقد، ببص كأني بتفرج على أرجوز قدامي أو على حاجة عجيبة. يعني ما أعرفش إزاي الشعور ده بيحسوه، بيوصلوا له إزاي. أي شاب كان نفسه يتجوز واحدة شبه سعاد حسني، وكل شابة نفسها تبقى سعاد حسني، ومع علم إنها كانت ليست صارخة الجمال بالمعنى الواضح، ولكن فيها جاذبية وجمال كده، يعني جمال لا يعني يختص بالذات بسعاد حسني. محدش جميل زي سعاد حسني. بيني وبينك القانون يا كابتن، وانا بحذرك اوعى تكسر الباب. كل ده يطلع منك؟ ايوه، روح بلغ البوليس بقى، انا عايزه الوضع يبقى على ما هو عليه. كده؟ ايوه كده. انا اتحرمت من الجو، جو الاسره اللي هو بيبعث طمأنينة في نفس الطفل ويحسسه ان هو في امان، وان الحياه ماشيه كويسه ما فيهاش حاجه باستمرار. طبعا مش انا لوحدي، انا واخواتي في شعور بالقلق او شعور بالخوف من المستقبل. ان في كان خلافات مستمره بين والدي وبين والدتي، وتنقلات على طول واحنا اطفال، يوم نلاقي نفسنا عند بابا، يوم نلاقي نفسنا عند ماما، يوم نلاقي نفسنا. انا ما حسيتش ابدا بالجو الاسره اللي هو بيكون النفس وبيدي قوه للبني ادم في الحياه. يعني انا احب الابتسامه واحب الفرح يعني قوي، لكن انا جوايا حزن كبير جدا. حساسه جدا الى حد غريب، ولما نقول لها تتعذب او في مشهد انها المفروض بتتعذب فيه او قلبها بيوجعها فيه، بتحس بنبضة القلب نفسه انه في حاجة مش. كانت بتعيش الدور بشكل هايل حقيقي. لما بتحب بجنون. كل اللي حبيتهم منهم ناس طبعا اصحابي ومن اولادي، يعني دي زميلة كانت خطيرة، وعملت لنا اللال في السينما المصرية، خلت السينما المصرية دي حاجة سكر وهي جزء منها. كلك لقمة يا اخوي، انت جاي من سفر عشان خاطري. انت تفكر انا اشتغلت الشغلانة دي ليه؟ غاويها يعني؟ ولا عايزة لي قرشين اشتري لي بيهم فستان؟ انت عارفني ان انا مش بتاعت الحاجات دي. انت مش مجربني 5 سنين وانت محبوس؟ شفت مني حاجة بطالة؟ بمناسبة تكريم وطني ليا، كنت دايما بسرح وافكر واقول يا ربي هو انا هبكرم عشان ايه؟ وهل الانسان يكرم على اداء واجبه طبيعي؟ مش معقول. ولا يمكن عشان حسن السير والسلوك الفني والوطني؟ وايه السلوك الفني الوطني؟ فرقة قلب الفنان على بلده من خلال فنه، لان الفنان قوي جدا بفنه لكنه غلبان قوي في روحه. دي حقيقة. الدنيا دلوقتي بقت حزينة جدا وقاسية، والإنسان في العالم الخارجي بيقتل أخوه الإنسان فعلا. الفنان بقى هيعمل إيه؟ اضطر إن هو يعني، هي معادلة صعبة جدا بس بيحاول يعملها، إنه يخلي الإنسان يقدر يتعايش مع الواقع المر ده.
يقدر يتقبله، يقدر يفهم الحقائق اللي بتدور حواليه عشان يقدر يشارك وما يظلمش نفسه، عشان بيحاول يقدم الحقائق بشكل فني حسن مش مفبرك ومش محرك، عشان نقدر نقول علي صوتك بالغنى، لسه الأغاني ممكنة يعني الأمل. يا عيون بريئة من بدر الحقيقة، يا